أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. زي ما عودناكم جايب لكم منتج جديد النهاردة. ما تنسوش تعملوا لنا متابعة على قناة اليوتيوب، وكمان متابعة لأكونت الشخصي بتاع الفيسبوك، وكمان البيج بتاعة الفيسبوك عليها منتجات كتيرة جدا أكيد هتعجبك، وعليها فيديوهات وعليها كمان زي ما انتم شايفين فيديوهات وصور. جايب لكم النهارده بقى منتج جديد زي ما عودتكم. الحمد لله قدرنا نوفر قطعة من منتج اسمه موبايل الصحراء أو الهوب كي 19. هو عبارة عن موبايل الشبكة بتاعته قوية جدا، يستخدم للناس مثلا اللي بتطلع رحلات سفاري وتخييم، والناس اللي شغالة في مواقع التنقيب عن البترول في الصحراء، أو بتطلع مأموريات تركب شبكات في الصحراء. طبعا الموبايل دوت مميز قوي ان هو فيه 4 شرايح زي ما احنا شايفين كده. البطارية بتاعته بطارية عملاقة، هتشحنها مثلا كل 3 أو 4 أيام، 22 ألف ملي أمبير. بالإضافة لكده في ميزة جميلة جدا أو خاصية تحفة أو ما شفتها في أي حتة، إن هو يعتبر باور بانك تشحن بيه أي حاجة تانية عايز تشحنها. هنفتح دلوقتي مع بعض ونتفرج عليه نشوفه عامل إزاي. بيكون معاه وصلة الشحن، بيكون معاه السيريال بتاعه، مفك عشان خاطر تربط الظهر. بعد ما متركب طبعا الشرايح، ده بيبقى شكل الموبايل. في مزايا كتيرة جدا غريبة عمري ما شفتها، هنشوفها مع بعض النهاردة ان شاء الله. ودي كمان الانتنة بتاعته. سريعا كده المزايا اللي فيه، واول ميزة عجباني جدا ان هو فيه كشاف، وكشاف ليد قوي قوي. ده الظهر بتاعه بيتفتح بالطريقة دي كده زي ما احنا شايفين. بيركب فيه 4 شرايح وكمان كارت ميموري. فيه هنا كاميرا، في هنا كشاف، ودي بقى حاجة غريبة جدا عمركم ما شفتوها، ده ليزر أحمر. هنركب البطارية. طبعا شايفين البطارية عاملة ازاي، 22 ألف ملي أمبير. هو بيكون هنا في لزقة حماية، طبعا لازم نشيل لزقة الحماية الأول وبنركبها بالطريقة دي كده. طب احنا نسينا نركب الشريحة دلوقتي. هو طبعا السماعة بتاعته سماعة عالية جدا وقوية. أهم حاجة بنركب الشريحة المقاس الكبير. طيب عشان خاطر هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا أغلب الشرايح اللي موجودة عندنا في الوقت دوت، اغلب الشرايح اللي موجودة كلها بتبقى المايكرو، الشريحة الصغيرة. طيب هنعمل ايه؟ طبعا الشريحة المايكرو اهي زي ما انتوا شايفين. بنعمل ايه؟ بيبقى فيه متوفر حاجة اسمها بيت شريحة، او الباكت ده كده بيحول النانو للمقاس الوسط للمقاس الكبير. ومعاه كمان الدبوس اللي بيفتح البيت بتاع الشرايح. وكمان بيبقى معاه هنا زي مبرد عشان خاطر لو في اي شوائب في الشريحة تقدر تبردها قبل ما تستخدمه. الكارت ده كارت بسيط جدا ومميز، بس استخدامه طبعا مهم جدا في حاجة زي كده. مثلا دي لزقة عشان خاطر تثبت الشريحة. حاجة زي كده احنا محتاجين طبعا نوفر المقاس المطلوب لينا. دي المحتويات اللي جواه. ده مبرد عشان خاطر تقدر يعني لو الشريحة مش مقصوصة حلو تقدر تظبطها من هنا. تمام. وده الدبوس اللي بيفتح لك بيت الشريحة بتاعت الموبايلات الأندرويد الحديثة. دلوقتي ده البيت اللي احنا هنستخدمه، ده المقاس اللي احنا هنستخدمه. بنركب الشريحة بالمنظر ده كده. بنركب الشريحة بالمنظر ده، ويفضل يعني ان احنا نلزق سلوتيب او اللزقة المتوفرة معاها اهي. بنلزق اللزقة دي هنا كده عشان خاطر الشريحة ايه تفضل ثابتة في مكانها ما تقعش. تمام. انا مش محتاج اثبتها باللزقة لان هي اصلا كده كده ايه ماسكة نفسها. هنجيب الموبايل، ايه نفتح بيت الكارت بالطريقة دي كده. هو بتتسحب. هو بننزل سنة كده، ده اللوك بتاعها. اعتقد ده المقاس الوسط. تمام. وهنا برضو بنفس الطريقة كده نفتحها. دي التانية، ودي ايه التالتة. لا ده كارت ميموري، سوري ده كارت ميموري. تمام. ودي التالتة اهي زي ما انتم شايفين كده في الفيديو.
ودي سوري المكان ضيق، انا مش عارف اتحكم فيه او اوريكم ازاي بفتحها. هي بتتسحب كده لورا، وهنا في سهم لوك. تمام، بنركب شريحة المقاس الكبير بالمنظر ده. هي معدن، وده معدن مش بلاستيك، فهو يعني تقيلة شوية. هركبها وارجع لكم حالا. رجعنا لكم مرة تانية كده. احنا ركبنا الشريحة في رقم واحد. طبعا احنا ممكن لسه نركب 3 شرايح تانيين وكارت ميموري لو حابين نركب كارت ميموري. تمام، وبنربط الأنتنة بالطريقة دي كده. تمام، وبنوصل البطارية وبنقفل الغطا بتاعنا. هو بيبقى بيركب كبس. طبعا هنا في مسمارين ممكن نركبهم لو احنا حابين عشان احكام الضغط، احكام القفل. بنفضل دايسين كده على البريس دوت. ركز كده في الصوت. طبعا صوته عالي جدا، صوته عالي جدا وواضح. قربت لكم المايك عشان تسمع الصوت مجسم عامل ازاي. وكده هو هيبدأ يحمل ويجيب أول شبكة، بيعمل سيرش. طبعا هو فيه كاميرا زي ما انتوا شايفين. هنا عايز اوريكم الكشاف بتاعه. الكشاف بتاعه قوي جدا، ليد ابيض قوي جدا. هنبدأ نشوف بقى الخصائص والمزايا اللي فيه. عايزين نعمل اتصال. هو طبعا لما سبته شوية راح قفل لوحده كده. بفتح اللوك بتاعه. نبدأ بقى نشوف ايه المزايا اللي فيه. يعني مثلا كده هنا في ميوزك، هنا في جيمز. تمام، لعبة سناك، جيمز تاني. تمام، هنا في الصور مثلا، الفيديو، تصويرات الفيديو. في راديو كمان، الراديو بتاعه كمان حلو جدا. كده انا عليت. كده انا قفلت الراديو. الريكورد ده بيسجل صوت. ده هنا كده عشان خاطر لو عايزين نستخدمها كباور بانك. كده باور بانك اون. هوريكم دلوقتي. هنجيب مثلا موبايل تاني وهنجيب وصلة شحن. بنفتح الغطاء اللي تحت ده. هنا زي ما انتم شايفين هنلاقي يو اس بي. هنركب فيها كابل الشحن بالمنظر ده كده. في الحالة دي انا بستخدم الموبايل كباور بانك، وهركبه في اي موبايل تاني انا عايز اشحنه. زي ما انتم شايفين بدأ يشحن اهو. في الحالة دي انا بستخدم الموبايل بتاعي كباور بانك اشحن بيه اي موبايل. طبعا ده مكان الشحن بتاعه لو انا عايز اشحنه هو اصلا معاه كابل المايكرو. ايه المزايا اللي احنا فيه عايزين نعرفها تاني؟ آه عايزين نعمل اتصال دلوقتي ونشوف الاتصال بتاعه. مثلا نتصل بالرقم ده ونعمل اتصال. في ميزة جميلة جدا هوريها لكم، ميزة أول مرة تشوفوها. كده أنا رديت من موبايل تاني. عايزين نسمع الصوت كده. ألو، ألو. زي ما انتم شايفين الصوت عالي جدا. يعني أنا كده بتكلم في موبايل تاني وعامل هاندي فري، فالصوت عالي جدا واضح قوي. في ميزة تانية عايز أوريها لكم بقى، إن أنا هتكلم في الموبايل ده وهغير الصوت إزاي بقى.
حاجه اسمها هنا فويس ماجيك، بتخش فيها بقدر احول صوتي اللي انا هتكلم منه هنا لصوت من الثلاثه دول. يعني مثلا هختار صوت طفل وهاجي اتكلم واوريكم الموبايل التاني. الو، السلام عليكم. الو، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين كده ان الصوت طالع صوت طفل. انا كده مقرب هوريكم تاني حاجه. يعني بص، انا جايب كده الموبايل ده، الموبايل التاني. لحظه واحده يبقى واضح في الكاميرا كده. انا بتكلم في الموبايل اللي هو الكي 19 وطالع صوت من التليفون التاني صوت طفل زي ما هو واضح عندكم كده. هغير تاني الصوت. دي خاصية موجودة في التليفون الكي 19 اسمها خاصية تغيير الأصوات. هعمل صوت واحدة كده. أنا غيرت الصوت، طلع صوت متغير طبعا زي ما انتم سامعين كده. هغيره بقى كمان تاني لأوبشن تاني صوت راجل. كده انا غيرت الصوت زي ما انتم سامعين. انا بتكلم الرقم ده من الموبايل التاني اللي هو صحراوي اللي هو الكي 19. زي ما انتم سامعين كده انا مغير الصوت بتاعي لصوت راجل. كده انا قفلت المكالمة خلاص. بتجيلي تكاليف الرصيد وكل حاجة عادي، اي رسالة واضح زي ما انتم شايفين كده في الكاميرا. كده خرجت من الرسايل، هبدأ بقى اشوف تاني الخصائص اللي موجودة فيه. عايزين نفضل دايسين هنا كده نشوف ايه. باور اون، باور بانك، يعني بفضل دايس كده باور بانك اوف. تمام. نشوف كده البريست اللي هو الشباك ده بيعمل ايه. عمله سايلنت كده، عملته لغيت السايلنت. بفضل دايس هنا كده بيقوم منور لي نقطة الليزر اهي زي ما انتوا شايفين. ده شعاع الليزر اهو، شايفينه. اقدر اشاور بيه على اي حاجة بقى. انا اقفل لكم الاضاءة عشان يبقى واضح زي شعاع الليزر اهو زي ما انتم شايفين. طبعا ليزر بعيد جدا. دي خاصية غريبة جدا، اول مرة اشوفها في اي موبايل من الموبايلات. يعني بتهيألي لو قفلنا الصوت كده، الضوء كده عشان خاطر تبقى واضحة عندكم الشاشة. تمام. الشعاع ليزر اهو شغال، اشتغل بيه بريس اللي هو النجمة. بفضل دايس على النجمة كده بصفة مستمرة بيقفل الليزر. بفضل دايس على النجمة بينور الليزر. بفضل دايس على النجمة يقفل الليزر. طبعا في بقى لسه جوه امكانيات تانية نقدر بقى نشوفها مع بعضينا، بس عايز اطول عليكم وقت الفيديو. احنا كده بقى لنا ربع ساعة بنتفرج وبنشوف الامكانيات. شفنا الكاميرا. تمام. طبعا كاميرا بسيطة، مش قوية جدا، على قدها كده. ده كده الاسماء، بيشيل اسماء كتيرة جدا طبعا، والرسايل. وده سجل المكالمات. وزي ما قلنا هنا الملفات الصوتية والصور والفيديوهات. وده الجيمز. ده هنا لو في كارت ميموري هيجيب لك بقى بقية الحاجات اللي جوه كارت الميموري. الملفات الصوتية، في انترنت، الباور بانك، هنا السيتنج، في أداة كتيرة طبعا. الفويس هو متثبت هنا. آخر حاجة كنت عاملها اللي هو يبقى صوت راجل، هرجع هسيبها اللي هو العادي. طبعا هو في لغة عربية، الناس اللي بتسأل فيه بلغة في لغة عربية. بس وفي آلات كتيرة بقى تبقوا تشوفوها مع بعض أو نكملكم بقية الحاجات في فيديو تاني إن شاء الله، عشان ما نطولش عليكم في الفيديو دوت. تقدر ترجع إعادة المصنع من تاني. نشوف هنا كده إيه. تقدر تعمل طبعا منبه، شوف كذا منبه عندك تقدر تظبطهم. صوته عالي جدا زي ما انتوا عارفين، وهتصلكم فيديو تشوف الصوت عامل ازاي. هنا النتيجة. الساعة الدولية، آلة حاسبة طبعا حاجة مهمة جدا. الليزر لايت اهو اوف، الليزر اون زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا الناس بقى العمال او المقاول او المهندس ممكن حاجه زي كده يشاور العمال، لا اعمل لي ده اعمل لي ده. طبعا هو قاعد في مكانه. الدكاتره مثلا في محاضرات يقدر يشاور بيه ويعمل بيه زي ما انا بقول لكم، يشاور كده على لو هو بيشرح مثلا في محاضره، او لو في موقع برضه يشاور للناس بيه، او العمال اللي تحت ايده بيه في اماكن بعيده. طبعا النظر ده بعيده جدا. طبعا هو فيه بلوتوث، حاجه جميله جدا. كل دي الاعدادات اللي فيه. والكشاف زي ما قلنا الزرار بتاعه هنا بعيد في الجنب.
اعتقد موبايل فيه كل حاجة انت ممكن تتخيلها، بدل ما تشيل 4 موبايلات معاك في وقت واحد، لا انت ممكن تمسك موبايل واحد فيه 4 خطوط. الشبكة بتاعته قوية جدا، بيلقط حتى لو الشبكة عندك في البيت ضعيف او في اماكن كتيرة ضعيفة. دلوقتي انا هتصل بالخط اللي موجود هنا واسمعكم صوت الاتصال بتاعه عامل ازاي. عايزك تكتب لي في الكومنتات انت ايه اكتر ميزة عجبتك فيه واكتر ميزة غريبة، وهكتب لكم كمان تقدروا تجيبوه منين وبسعر كويس. انا دلوقتي هتصل بيه. صوته عالي جدا، بحيث ان انا هروح مجسمه وكده انا كنسلت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوف كل جديد، واكتب لنا في الكومنتات محتاج تشوف ايه تاني، وشكرا.